العيالات ما تقلقوش مني. واحد الظاهرة انتشرت بزاف في المجتمع المغربي، هي ظاهرة خطيرة جدا، وهي ظاهرة زواج المغربيات بأفارقة جنوب الصحراء. تقدر تجينا حاجة عادية ومسألة قناعة واختيار وما عندهاش حتى تأثير. مغربية مزوجة مهاجر إفريقي جنوب الصحراء والدنيا هانية والسما صافية، ولكن الأمر أبعد من ذلك بكثير، لأن التزاوج كيمحي العرق المغربي الأمازيغي العربي وكيصنع لنا جيل مهجن من أصل إفريقي مغربي. والمشكل الأكبر إخواني أخواتي أن أغلب هاد الأفارقة اللي كيتزوجوا المغربيات كيولدوا كيعيشوا في المغرب، إذا ولادهم غاديين يكونوا عبارة عن أفارقة صغيورين. وتخيلوا معايا هاد الأفارقة الصغيورين يتزوجوا كذلك بالمغربيات في المستقبل، إذا من هنا ل 2100 مثلا المغرب غادي يتحول عبارة عن أفارقة، حتى الثقافة والهوية المغربية غادي تنعدم وغادي تمحى، وغادي تدخل واحد الثقافة جديدة وطقوس إفريقية وطمس الهوية والثقافة والأصالة المغربية. ويقدر المغاربة يدخلوا في صراع مع هاد الأفارقة، ويقدر يدخلوا في صراع حتى على قبال الحكم، ويخرج لنا واحد الإفريقي عزوة صغيور حتى هو غادي يخربق شي درابو بحال داك الشيء اللي داروا البوليزاريو، ويقول لك حنا هما السكان الاصليين وانتم احتليتونا وبغينا حقنا في الفوسفات. انتم المغاربه الاصليين اللي خاصكم تخويوا المغرب. شوفوا فين تمشيوا، اصلا راهم اسسوا واحد الحركه وكيقولوا بان شمال افريقيا خاص تكون للسود وليس للبيض مكانا فيها، وان الامازيغ والعرب ليست ارضهم ويجب طردهم من شمال افريقيا. شمال افريقيا البيضاء، افريقيا في مواجهه زحف السود. يعيش هذه الايام سكان تونس والمغرب وليبيا معاناه كبيره معهم باستثناء الجزائر التي تصدت لهم ورحلتهم وتهنت منهم مره. انا كنشوف هذا الزواج المغربيات بافارقه جنوب الصحراء غادي يأزم الاوضاع مستقبلا، والله اعلم.